في يوم من الأيام احنا كنا في الشتاء، وكان الجو برد قوي في اليوم ده. ولقيت اخويا بيقولي الجو النهاردة برد قوي، وفعلا يومها الجو كان تلج. لقيته بيقولي ممكن انام جنبك النهاردة، انا في طرف وانت في طرف. قلتله طبعا مفيش مشكلة. قالي يعني مش هتتضايقي؟ قلتله لا طبعا عمري ما هتضايق. وفعلا جه يومها ونام جنبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هحكي لكم حكاية النهاردة وهستنى رأيكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واللايك كمان يا حبايبي، ما تنسوش تحطوا لايك. ويلا بينا نبدأ في الحكاية. أنا ولاء وعندي 27 سنة، بنت وحيدة وجميلة، وطول عمري كان نفسي يكون لي اخوات. ابويا قبل ما يتجوز مامتي كان متجوز قبلها، واللي كان متجوزها قبل ماما دي كان مخلف منها ولد، وكبر دلوقتي وبقى عنده 20 سنة. الولد ده كان عايش مع مامته في بيت أهلها، هي اللي كانت عايزة كده، وأنا كنت عايشة مع أبويا وأمي. أبويا وأمي ما خلفوش غيري، وطول عمري وأنا نفسي يكون ليا أخ أو أخت، لكن هما ما خلفوش غيري. وسبحان الله جيت في يوم من الأيام وشاء ربنا ان هو يجي ويعيش معانا تاني، لظروف يعني حصلت عندهم، او بمعنى اصح ان اخويا كبر وبقى بيعمل مشاكل كتير، وجده ووالدته ما بقوش قادرين عليه. فجده كلم بابا وقال له تعالى خد ابنك، كفاية عليا كده، انا كبرت ومعدتش قادر له، وكفاية عليا ربطهولك 20 سنة، ودلوقتي بقى المفروض انت تتحمل مسؤوليته. وفعلا ابويا راح وجابه، بس ماما ما كانتش موافقة على الموضوع ده خالص، وكانت كل شوية تعمل مشاكل مع بابا بسبب انه اخويا قاعد عندنا. بس بابا كان مصمم على وجوده، ويقول لها كفاية انه اتربى بعيد عني، مش معقول دلوقتي هسيبه او هرميه ينام في الشارع. وماما كانت خايفة عليا منه، لانه بالنسبة لها برضو مهما كان شخص غريب علينا. اما بالنسبة لي انا كنت فرحانة قوي انه هيعيش معانا، لاني كنت مشتاقة قوي احس باحساس الاخوة، ويكون ليا اخ يحبني واحبه واخاف عليه ويخاف عليا. علشان كده كنت فرحانة قوي بوجوده وان هو هيعيش معانا، لاني دايما لما كنت بسمع اصحابي هما بيتكلموا عن اخواتهم كان بيبقى نفسي اجرب الاحساس والشعور ده. علشان كده فرحت لما جه وقال ان هو هيعيش معانا، لكن ماما كانت متضايقة منه جدا وكانت خايفة عليا منه، وكانت دايما بتحذرني منه وتقولي بعيد عنه متتكلميش معاه، ده مهما كان شاب وتربى بعيد عننا، وما نعرفش هو اتربى ازاي ولا اخلاقه ايه. وكانت دايما بتراقبنا لدرجة ان انا بقيت اتوتر وافضل قلقانة وخايفة. لكن هو في الحقيقة كان شخص كويس، وكان بيحب الضحك والهزار. وكان كل يوم أول ما بابا وماما يدخلوا يناموا كنا نسهر أنا وهو في الصالة، ونقعد نتكلم ونحكي في مواضيع ونضحك ونهزر ونتفرج على أفلام في التلفزيون. كنا كل يوم على كده. احنا بيتنا كان صغير وضيق، يا دوب كان اوضتين وصالة ومطبخ صغير برضو. فاخويا ما كانش له مكان ان هو ينام فيه، فكان بينام في الصالة على الكنبة، وكان دايما بيحط هدومه وحاجته كلها عندي في الدولاب بتاعي. كنت دايما بستغل اللحظات اللي احنا قاعدين فيها علشان اعرفه اكتر، لان زي ما انتوا عارفين احنا ما تربناش مع بعض. وكنا دايما كل ما نيجي نتفرج على التلفزيون واحنا قاعدين مع بعض كان دايما مثلا يا اما يحط دراعه على كتفي او على ظهري، وكنت وقتها بحس بدفى وحنان واحساس الاخوة اللي انا كان نفسي فيه من زمان. بس هو برضو يعني كان ليه شوية حركات كده بتخليني يعني احتار وابقى مش عارفة هو يقصد ايه. يعني مثلا لما كان يمشي ايده كده على ظهري كنت بحتار، بس كنت بهدي نفسي وبقول يمكن دي طبيعة العلاقة العادي بين الاخوات، وان دي حاجة عادية مفيش فيها حاجة غلط. وكنت ساعتها بفتكر كلام صحابي لما كانوا بيقعدوا يحكي على هزارهم مع اخواتهم، وكان ساعتها قلبي بيطمن شوية وبقول ان ده عادي. لحد ما في يوم اللي حصل في المطبخ لما كنت عايزة اجيب كوباية، بس كانت
في رف عالي شوية ما كنتش عارفة ان انا اجيبها. لقيته جه مرة واحدة واشتلني بين ايديه ورفعني ونزلنا على الارض تاني. على قد ما الموقف يبين ان هو اخ وسند، بس جوايا كنت محتارة وكنت مرتبكة كده مش عارفة ليه، خاصة ان الحركات بتاعته ديت بقت بتتكرر كتير. اوقات بكون متضايقة بس ما بقدرش ان انا اقوله، وبقول في نفسي يمكن علشان ما كانش ليا اخ قبل كده فممكن يكون ده عادي. وبصراحة كده ما كنتش عارفة افسر الاحساس اللي انا حاساه. يا ترى انا حاسة فعلا بالامان ولا هناك حاجة تانية انا مش عارفة هي ايه؟ لحد ما في يوم احنا كنا قاعدين على الكنبة في الصالة، ولقيته بيقولي انا ظهري بقى بيوجعني من نومة الكنبة. ظهري بقى بيوجعني على الاخر ومعدتش عارف ان انا انام عليها. ممكن اجي انام معاكي في اوضتك؟ انت هتنامي زي ما انت على السرير وانا هنام على الارض، ايه رأيك؟ لاني تعبت بجد من نومة الكنبة. وقتها انا رديت عليه وقلتله طبعا مفيش مشكلة، هقوم افرش لك حاجة على الارض تنام عليها. وفعلا قمت وفرشتله بطانية صغيرة كده وخدته معايا ودخلنا علشان ننام. انا نمت عادي على سريري وهو نام على الارض. وانا بصراحة يعني نومي مش منتظم شوية، يعني ممكن وانا نايمة الغطا يتشال او الهدوم تترفع شوية زي اي حد بيكون نايم وواخد راحته. وتاني يوم الصبح لما صحيت اتفاجئت بيه واقف قدامي وعمال يبص عليا قوي وانا نايمة. فانا اتخضيت كده وارتبكت وقمت مغطية نفسي بسرعة وقلتله هو في ايه؟ في حاجة؟ انت بتبصلي كده ليه؟ لقيته رد عليا وقال لي لا لا مفيش حاجة، انا بس لسه صاحي دلوقتي وواقف يعني علشان ان انا فوق، وقومي يلا علشان نفطر. بصراحة انا كنت مستغربة الموقف جدا، بس قلت في بالي ممكن يعني علشان لسه صاحي من النوم وما كانش فايق قوي. وفعلا قمت معاه علشان نفطر ومش واخد باله من تصرفاته، وحاولت ان انا اعدي الموضوع ما فكرش فيه، وبدأت ان انا اتصرف طبيعي وهادي معاه. وعدت على كده الايام لحد ما جينا في يوم والجو يومها كان صعب قوي، والشتا كان عمال بينزل والجو كان تلج. ولقيته بيقولي الارضية ساقعة قوي وانا مش عارف انام، وقال لي ممكن اجي انام جنبك على السرير، انت في طرف وانا في طرف. قلت له طبعا تعالى. فرد عليا وقال لي معلش ما تزعليش مني، بس فعلا الجو برد والارضيه ساقعه وانا مش عارف ان انا انام ومحتاج ان انا اتدفى. فقلت له عادي، وفعلا جه ونام جنبي. بس انا يعني كنت مصممه ان انا اخلي بيني وبينه مسافه واضحه علشان ما يحصلش بينا اي تقارب واحنا نايمين. بس امي دايما كانت قلقانه ودايما كانت بتراقبنا، ودايما كانت تقولي خلي الباب مفتوح اوعي تقفليه وانت نايمة. وانا كنت بسمع كلامها وبعمل كل اللي هي بتقول عليه. دايما ما كانتش بتنام وبتصحى في عز نومها علشان تبص علينا، لانها دايما كانت خايفة عليا منه. ومع الايام اكتشفت ان فعلا كلامها صح، لحد ما في اليوم ده وانا كنت نايمة حسيت بان هو بيحضني جامد وبيقولي ارجوكي الجو برد قوي وانا محتاج ان انا اتدفى. ولما كان هو واخدني بين ايديه حاولت ان انا ابرر الموقف في دماغي واقول ممكن يكون خايف عليا من البرد، او ممكن يكون فعلا سقعان وعايز يتدفى. وبين كل ده غلبني النوم وفعلا نمت لحد ما صحيت الصبح ولقيت ان هو نايم وحاطط رجليه على رجلي. فانا قمت مهزره معاه وقلت له ابعد رجليك دي، ولا انت عاجبك الوضع كده ولا انت بتنام كده ولا انت نظامك ايه؟ وقمت بسرعه وفتحت الباب وخرجت من الاوضه لاني خفت من ماما لحسن تصحى وتلاقي باب الاوضه مقفول. وبقيت محتاره ومش عارفه هل تصرفاته معايا فعلا بريئه ولا هو في نيته حاجه تانية. ما كنتش عارفه ان انا افكر. ولما بابا جه بالليل حصلت مشكلة كبيرة بينه وبين ماما بسبب ان هي بتقوله ابنك عاوز يضر بنتي، ازاي شاب في سنه ينام مع اخته في نفس الأوضة وعلى نفس السرير؟ ابنك لازم يمشي من البيت، ابنك ما عادش ينفع يقعد معانا بعد كده ولا يوم واحد حتى، لان انا ما اقدرش استغنى عن بنتي. انا بنت صغيرة وبريئة ومش فاهمة حاجة وما تعرفش حاجة، فلازم ابنك يمشي
لان ما ينفعش ان هو في سنه ده ينام معاها في نفس الأوضة. وفعلا ماما عندها حق في كل كلامها. ودلوقتي ابويا خرج اخويا فعلا من البيت. ودلوقتي انا حاسه ان انا متضايقه وحزينه، وحاسه وخايفه ان انا اكون ظلمته، ومش عارفه تصرفاته معايا ديت فعلا تصرفات بريئه ولا كان في نيته حاجه من ناحيتي. مش عارفه. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، وجيت احكي لكم الحكايه علشان تقولولي اتصرف ازاي، وهل انا فعلا ظلمته ولا هو فعلا تصرفاته ما كانتش بريئه من ناحيتي. ولحد هنا بتكون خلصت الحكاية. لو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، واستنوني في حكاية جديدة بكرة. مع السلامة.